فيديو النهاردة هنعمل غريبة. الغريبة على قد ما هي بسيطة جدا ومكوناتها بسيطة، ومكوناتها 3 مكونات بس مش اكتر من كده. لكن ما بتنجحش اوقات معانا ان هي بتفرش معانا في الفرن وبتسيح، وكمان بتطلع ناشفة، وكمان بتشقق معانا. النهاردة هنقول على شوية تفاصيل واحنا شغالين هتطلع معاكوا ناجحة، وهتطلع معاكوا دايبة خالص، احسن كمان لما بتشتروها من بره. الغريبة من الحاجات الجميلة اللي لازم تكون ناعمة خالص، يعني وانتوا بتمسكوها كده اهوت تلاقوها يعني انهارت معاكوا كده ناعمة خالص. النهاردة هنقول على شوية تفاصيل وهنقول على شوية ملاحظات ان احنا لو اتبعناها هتطلع معاكوا احلى غريبة. مكوناتها طبعا زي ما احنا عارفين: دقيق، سمنة، سكر. هنا معايا 4 كوبايات من الدقيق، يعني 550 جرام من الدقيق. الغريبة زي ما انتوا عارفين 4 2 1. كمان هحتاج لهم 2 كوبايات من السكر البودرة. طبعا يفضل لو السكر لو احنا شريناه جاهز من بره، لان بيبقى مخلوط عليه نسبة نشا، وهيديكوا كمان نتيجة احسن جدا عن ما تعملوه في البيت. هنا كمان هستعمل سمنة. السمنة دي 250 جرام. يفضل طبعا ان احنا نعاير السمنة وهي سايحة بدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده هندخلها التلاجة، هتاخد درجة حرارة التلاجة. هتقولولي طب ينفع نحط زبدة بدل السمنة؟ لا طبعا ما ينفعش خالص. هنا بقى المكون اللي احنا هنضيفه وهيدي اضافة وهيدي طعم جميل جدا للغريبة، اللي هي اللبن البودرة. اللبن البودرة هنا مش اساسي في الغريبة، لكن لما تضيفوه هيدي طعم جميل جدا للغريبة زي اللي انتوا بتشتروها من بره، وكمان احسن. هيدي طعم اللبن. احنا هنا مش هنضيف اي لبن خالص، لان الغريبة لازم ما يكونش فيها اي سوائل خالص. فاللبن البودرة هو دوت اللي هيكون بديل اللبن، هتدي طعم جميل جدا للغريبة. طبعا لو موجود ممكن تستعملوه، لكن هو مش اساسي في الغريبة. هنا اول حاجة في الستاند ميكسر، او ممكن بالمضرب الكهربائي. اول حاجة ابتديت بيها هي السمنة. هضربها بس كده لمدة دقيقتين لحد ما السمنة لونها يبتدي يفتح معانا. هنا شغلت الماكس بلندر على السرعة الأولى، وبعد كده هو هبتدي أشغله على السرعة التانية اللي هي الأسرع شوية، لحد ما يبتدي إن السمنة تبتدي إن هي لونها يفتح معانا زي ما انتوا شايفين. هبتدي أنزل بالسكر البودرة، وبعد كده هبتدي أخلط السمنة مع السكر لحد ما يبتدي يدوني القوام اللي هو زي الكريم شانتيه. كريم شانتيه اللي بيزين بيه التورت. لازم نفضل شغالين كده لحد ما نبص نلاقي ان الخليط معانا ابتدى من حبة صغيرين ابتدى ان هو حجمه يتضاعف. لو في اي حاجة موجودة كده في الجناب نحاول ان احنا ننزلها، علشان كل الخليط كله يبتدي ان هو يختلط ببعض. هنا زي ما انتوا شايفين بيبتدي ان الخليط معاه بيبتدي ان هو حجمه يتضاعف، وبيبتدي السمنة ان هي لونها يفتح، تاخد اللون اللي هو الفاتح جدا، اللي هو زي الكريم شانتيه بالظبط. هنا لازم ان السمنة تختلط كويس جدا بالسكر. هنا كمان ممكن نضيف اي منكهات احنا عايزينها، ممكن فانيليا او ممكن اي حاجة تاني، لكن انا بصراحة مش بضيف اي منكهات خالص، عشان احنا هنا مش حاطين بياض بيض ولا حاطين بيض، يعني ما فيش اي حاجة من الحاجات ديت اللي هي تدي ريحة مش كويسة. فطبعا انت لو عايزين اي اضافات ممكن تضيفوها. ده كمان الشكل خلاص، هي خلاص كده اتضربت معايا كويس، ان هي خدت نفس قوام الكريم شانتيه، وابتدى حجمها يتضاعف، وابتدت ان هي تاخد اللون الفاتح، اللون الكريم الفاتح. هنا حطيت الدقيق، وهبتدي دايما انا بسيب شويه دقيق صغيرين زي معلقتين 3 على جنب، عشان زي ما قلت لكم ان انواع الدقيق بتختلف نوع عن التاني. هنا يعني من اهم كمان نجاح الغريبة ان احنا لازم ما نعجنش فيها كتير. هنا حسيت ان الخليط شوية بيبتدي ان هو يلزق معايا جامد. طبعا الغريبة احنا عارفين إن لازم تلزق، لكن مش تلزق معانا جامد، يعني لازم اهم حاجة ان هي تكون بتلزق حاجات بسيطة في ايدينا. يعني مش لازم كل ما تلزق لازم نضيف لها دقيق، نضيف دقيق كده الغريبة هتنشف معانا. هنا خلاص اول ما ابتدي الدقيق ان هو يختفي شوية بشوية، هاخد كده حتة عجينة صغيرة، وهبتدي ان انا اشكلها على ايدي.
لو شققت معانا من الجنب يبقى هي كده محتاجة شوية سمنة صغيرين. هنا العجينة زي ما انتم شايفين ما شققتش خالص، يبقى كده العجينة مظبوطة. هغطيها ولازم ندخلها التلاجة قبل ما نشكلها. هدخلها بس التلاجة 10 دقايق بس علشان تتماسك شوية العجينة. طبعا عشان واحنا شغالين السمنة بترجع طبعا بتكون ساحت خالص معانا، فما ينفعش خالص ان احنا نشكلها وندخلها على طول الفرن. طبعا الغريبة هتسيح معانا. ده لازم يكون قوام الغريبة، لازم يكون ملمسها ناعم كده وتكون طرية خالص. طبعا احنا لو دقيقين وحابين ان احنا نشتغل بالجرامات، الغريبة بيكون حجمها من 10 جرام 13 جرام. لكن لو حابين ان هي تكون شوية مقلبظة معاكم يبقى هيكون حجمها 15 جرام. يعني لو حابين ان هي تكون مقلبظة كده هنشكلها كده زي كور صغيرة. طبعا الغريبة من الحاجات اللي احنا ما ينفعش خالص نفنن فيها. الغريبة طبعا زي ما احنا متعودين لازم تكون لونها ابيض، ده اللون اللي احنا متعودين دايما عليه. لكن في حاجات كتير ممكن ندخلها الوان او حاجات تاني اضافات زيادة، لكن الغريبة من الحاجات اللي هي كلاسيك جدا اللي لازم يكون شكلها ابيض كده زي ما انتم شايفين. التزيين بقى ممكن تزينوها فستق، ممكن تزينوها بندق، طبعا دي حسب رغبتكم، حسب ما انتوا بتحبوا. هنا هرجع تاني ادخلها التلاجة تاني 10 دقايق قبل ما ادخلها الفرن. الغريبة بتخش على فرن يكون باردة شوية، ما تكونش فرن سخنة، علشان الغريبة لو دخلت على فرن سخنة هتشقق معنا على طول. لازم تخش على فرن درجة حرارته 140 او 150، مش اكتر من كده. لازم الغريبة زي ما ندخلها الفرن لازم وتطلع لازم يكون لونها ابيض. الغريبة من الحاجات اللي ما بتاخدش لون خالص، او ممكن تاخد لون خفيف خالص من تحت، لون ذهبي بسيط جدا. طبعا من اهم طبعا نجاح الغريبة ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق ل 12 دقيقة في الفرن. طبعا هتقولي لي طب احنا دخلناها الفرن وساحت معانا. طبعا عشان احنا دخلناها بعد ما شكلناها دخلناها على طول الفرن، طبعا ما دخلناش التلاجة، علشان كده السمنة رجعت طبعا لحالتها السائلة. طبعا لازم بعد ما نشكلها لازم ندخلها التلاجة مش اقل من 10 دقايق، وتخش طبعا على فرن يكون درجة حرارته متوسطة. زي ما انتوا شايفين الغريبة زي ما دخلت الفرن طلعت زي ما دخلت، ما شققتش خالص من الجناب، طالعة جميلة جدا وكمان ناعمة. طبعا لو احنا التزمنا بالحاجات اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو هتطلع معاكم الغريبة ناجحة وهتطلع كمان معاكم ناعمة. اهم حاجة الغريبة ما بيتحط لهاش زبدة، عشان الزبدة بيبقى فيها نسبة سوائل، فلازم الغريبة ما يخش لهاش اي سوائل خالص. ولازم كمان ندخلها التلاجة قبل ما ندخلها الفرن. واخر حاجة طبعا الغريبة طبعا اهم حاجة ان احنا ما نزود لهاش كمية دقيق كتير علشان ما تنشفش معاكم. دي كل الحاجات اللي انا قلتها لكم او كل المعلومات اللي قلتها لكم عن الغريبة. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفة دي من الحاجات الجميلة اللي انا جربتها في الغريبة وطلعت معايا ناجحة. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها بنفس الطريقة وتطلع معاكم ناجحة. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم على خير. باي باي.